غتلاحظ واحد الحاجه غريبه، كل ما تتقرب تحقق هدف كيبدا واحد الصوت داخلي في قلبك ولا في دماغك تيقول لك واحد الجمله شهيره، ياك تيقول لك راه ما يمكنش، هادشي اللي تقول امبوسيبل، راك ما تقدرش على هادشي، راه بزاف بزاف اصاحبي. والناس اللي نجحوا راه كان عندهم الحظ وكان عندهم المعارف. هكذا تيبدا الخطا الثالث. الخطا الثالث هو التفكير، يسمى بالتفكير المحدود. التفكير المحدود شنو تنقصد به؟ هو هذاك النمط ديال الافكار اللي كتسجنك بلا قيود، تخليك تشوف الحياه من نافذه ضيقه، وتتشوف القدرات ديالك اخر من الواقع، وتطيح في القدره ديالك وتطيح في الثقه في النفس ديالك. هذا النوع ديال التفكير احبابي خطير جدا، حتى يخدم بصمت سكوتي. هذا التفكير هذا راه ما تتحسش بهذا التفكير هذا، راه ما تتحسش به، ولكن تيوجه القرارات ديالك. كاين بزاف ديال الناس اللي كيامنوا بعبارات كي بحال شوف راه الناس اللي نجحوا راه عندهم معارف، ولا دائما تنعاود الناس اللي وصلوا راه عندهم معارف. واش سمعتها وانا صغير؟ واش سمعتها وانا كبير؟ الناس اللي وصلوا عندهم معارف، عندهم دي كونتاكت واعرين مزيان، ايه عندهم الانتيليجنس سوسيال، هذيك هذا موضوع اخر. وانا ما تبقى حاط هذه الفكره في راسك عندهم معارف عندهم معارف وما تحركش، راه هذا هو التفكير المحدود. كل هذه الجمل في الحقيقه ماشي احبابي مجرد كلمات، راها برامج عقليه تتعيش في دماغنا وتتسيح حياتنا بلا ما نحسوا. تسميهم لي كرويونس ليميتي ولا ليميتونت، لي كرويونس ليميتونت، المعتقدات المانعه. يعني ان افكار هاد الافكار هي اللي تتكرر بزاف حتى تتولي العقل عند العقل حقيقه، تتولي اون كرويونس، تولي معتقد. وهاد الحقيقه وهذا المعتقد تولي قاعده ديال التصرفات ديالك. راه حقيقه الا تربيتي على فكره ان ما يمكنش تنجح بلا ما عارف، العقل ديالك شنو تيقول في هذيك الساعه؟ غادي يخدم باش يثبتها، تيقول لك بصح بلا ما عارف غادي يزيد يثبتها لك، غادي يلقى لك 1000 عذر باش ما تبداش لاكسيون ديالك، وتقول مع راسك واش شفتي وقلتها لك واش شفتي راه ما يمكنش، راه بصح ما يمكنش، وراه ما كانش عندك معارف راه ما يمكنش. لكن احبابي راه العقل ما تيميزش ما بين الحقيقه والاعتقاد، وكيخدم على داكشي اللي قلتي ليه، هذاك الشيء اللي عطيتي ليه. اللي قلتي ليه ما يمكنش راه تيسد الباب، راه انت راه انا هو هي، راه حنا اللي عطينا العقوله ديالنا هادشي. علاش نقول لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اما ملي غادي تقول العقل ديالك كيفاش نقدر نلقى حل، كيفاش نقدر ندير هذه القضيه، كيفاش نقدر ندخل لاكسيون، راك تتحل ليه باب باش تخدم، باش يبحث، تتحل ليه باب باش يبدع ويصاوب لك الطريق. راك انت خدام وانت تفهم، تنقول العقل ديالك راه انت. وهنا التحول كيبدا من تفكيك هذوك المعتقدات القديمه والمانعه وتيعوضها بمعتقدات جديده تخدم الهدف ديالك.